ما هم كانوا لازم يجيبوا كل النجوم دول عشان يغلوشوا على اللي هم هيعملوه جوه الفيلم. اهلا بيكم في حلقه جديده، اتمنى انكم تكونوا بخير. جايين بقى النهارده نتكلم في مراجعه جديده عن احدث افلام السينما المصريه، وهو فيلم الساده الافاضل. واحد كده من الافلام اللي ناس كتير جدا كانت مستنياها خلال الشهر اللي فات، وخصوصا مع الاعلانات او الحمله الاعلانيه بتاعتهم اللي ممكن اقول كانت مميزه شويتين. في ناس كتير جدا ما كانتش فاهمه الفيلم ده هيكون حلو ازاي، يعني في كميه نجوم يا جماعه رهيبه جدا. عشان كده مبدئيا وقبل ما ندخل في ايجابيات وسلبيات، انا دايما كده بقول لكم ابطال العمل وبقول لكم القصه بتاعته. يا جماعه انا مش هقول ابطال العمل بصراحه، انا اخليهم هم يسهروا واحده ورا الثانيه كده وانتوا تتفرجوا عليهم، لان كتير والله العظيم كتير قوي. بس عموما يعني القصه بتاعت الفيلم بتاعنا بتبتدي بان اب بيكون بيموت، وان هو جايب ابنه ومراته بيوصيهم الوصيه بتاعته. بس بقى من لحظه موته بنبتدي ان احنا نعمل المعزه بتاعته، ومن النقطه دي بتنطلق كل الاحداث سواء مع ابنين الشخص ده ومع عمامه. وان احنا بقى بنشوف ان القصه بتتفرع لدرجه ان بيبقى فيها مفاجآت كتير جدا، وبيبقى فيها احداث غامضه، او ان هم بيكتشفوا عن ابوهم حاجات هم ما كانوش متصورينها. يا ترى بقى الاب ده كان مخبي ايه اللي بيحصل بالظبط، ايه المفاجآت اللي جوه الفيلم ده اللي انتوا بتكتشفوه جوه احداثه. حد هيجي يقول لي يا معلم طب ما انا ما فهمتش منك حاجه. والله يا ريس دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك عشان ما احرقلكش حاجه تانية. يعني الفيلم عبثي، ودي نقطة احنا لسه كده كده هنيجي نتكلم عليها. يعني الفيلم من كتر ما هو عبثي انت مش عارف تمسك القصة منين ولا منين، الاشخاص داخلين في بعض داخلة ما يعلم بها الا ربنا. فخليني كده ندخل من البداية. هل الفيلم حلو؟ هل الفيلم وحش؟ بصوا يا جماعة، انا طالع من الفيلم مش متضايق خالص، مبسوط من مشاهد، ضحكت في مشاهد. فهو الفيلم حلو وتجربة سينما مميزة. يعني لو حد متحمس ان هو يدخله سينما، لا ادخله سينما يا معلم عادي، بصراحة مش هتزعل لو دخلته في السينما. اما بقى لو جينا الايجابيات والسلبيات وتقييم، فالليلة دي طويلة، فركز معايا يا معلم لان التقييم هيبقى مفاجأة ليك شويتين. بس خلونا نبتدي يا جماعه بايجابيات العمل. وايجابيات العمل انا هحب ابتدي بالناس اللي انا شفتهم متميزين او اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي. واول واحد يا جماعه هو ميشيل، اللي حقيقي كان عامل اداء حلو جدا. ميشيل ميلاد يا جماعه خطير جوه احداث الفيلم بتاعنا، كان عامل ثنائيه حلوه جدا مع طه دسوقي، وكان بيكملهم او الثالث بتاعهم هو علي صبحي. بصوا يا جماعه الثلاثه كانوا عاملين مع بعض دويتو جامد جدا. بس اكتر حد فيهم زي ما بقول لكم كان مفاجئني هو ميشيل ميلاد، لان الدور بتاعه ممكن اقول لو انت زودت فيه زياده عن اللزوم هتبان سخيف قوي، لو قللت فيه هتبان ان انت بتمثل. لا هو كان عامله مظبوط قوي، فدي كانت حاجه حلوه جدا. وزي ما بقول لكم طه دسوقي خلاص يا جماعه بصراحه بيعمل اداءات حلوه جدا مميزه، ردود الفعل اللي بتبان على وشه تحفه. وعلي صبحي صباح العسليه يا باشا، راجل برنس، لا بجد والله برنس. ومن الناس اللي كانت متميزه ومن اول لحظه ظهورها خطفت الشاشه مني، ويمكن اكتر حد خطف الشاشه من النجوم كلهم كان احمد السعداني. يا جماعه احمد السعداني دخله يعني حبيته انا والله العظيم. هو ضيف شرف اولا جوه احداث الفيلم بتاعنا، بس الفكره يا ريس راجل مميز. عارف انت دخل بقول لك خد الكادر، مشاهده مع محمد ممدوح ومشاهده الصغير قوي مع محمد شاهين كان حاجه خارقه بجد والله. انا عجبني وعجبني الاداء بتاعته، عشان كده هو من الناس اللي كانت لافته نظري جوه احداث الفيلم. محمد شاهين ومعانا ومحمد ممدوح، الاثنين دول هم ممكن اقول الابطال الرئيسيين معانا في الفيلم. بس يا ريس انت مش هتحسب ده، لان زي ما بقول لك في نجوم كتير قوي. بس زي ما بقول لك هم عملوا اداءات حلوه، مش الحاجه المتفجره في مسيرتهم. بس ممكن محمد ممدوح يكون زود شويه، لان هو يعتقد ظهر اكتر من محمد شاهين بشويه حلوين. بس الاثنين عملوا اداءات حلوه، اداءات متميزه، بس ما كانتش احسن اداءات في الدنيا يا جماعه عشان اكون صادق معاكم. ورغم كده في مشهدين ضحك يا جماعه هنتكلم عليهم من ضمن الايجابيات. مين بقى الباقيين؟ يعني احنا عندنا بقى كميه من النجوم الباقيين، سواء من انتصار، اشرف عبد الباقي، نجوم تانية كتير. بصراحه وجودهم كان حلو جوه احداث الفيلم، بس هل ليهم دور مؤثر قوي او طويل قوي؟ لا. ليهم اداء تمثيلي بطبع مختلف قوي؟ لا. يعني اشرف عبد الباقي عامل سنه مختلفه، بس يا جماعه مش قوي. يعني برضو انا شفت اشرف عبد الباقي قبل كده فاللي هو ما حسيتش الاختلاف قوي. اما بقى من تاني الحاجات اللي عجبتني يا جماعه فهو المخرج كريم الشناوي، اللي بصراحه الفيلم رغم ان انا بكلمكم على انه عبثي، الا ان الفيلم فعلا معمول اخراجيا حلو، اللي هو مستخدم الاخراج ان هو يوريك في الاحداث عبثيه، احنا كل شويه في حته ما. الاخراج كان عامل مميز قوي يا جماعه، والواحد بصراحه كان مندمج معاهم بسبب اللقطات القطع هنا والحته هنا، واحنا بنشوف ده متصور ازاي او الاخراج بتاعه عامل ازاي. فكريم الشناوي قدر ان هو يوصلني الحتت دي بشكل حلو قوي. غير بصراحه من الحاجات اللي كانت موفقه بالنسبه لهم ان هم عاملينها في فلاحين، بس ما حبوش انهم يدخلوا بقى يقولوا احنا في محافظه ايه او دي قريه ايه. الناس ما جابوش سيره الحاجه دي، اللي هم تقريبا كانوا بيحاولوا يتفادوا اي مشاكل ممكن تحصل مع اي حد لو قال ان دول فلاحين من الحته الفلانيه. وتعالوا بقى لثالث الحاجات اللي عجبتني، وهو العبث اللي كان موجود في الفيلم. والعبث ده يا جماعه هيبقى مشترك ما بين الايجابيات وما بين السلبيات، لان زي ما بقول لكم هو الفيلم
ملهوش ملكه. يعني عارف انت ايجابياته وسلبياته الاثنين عبثيين وحلوين في نفس الوقت. السلبيات طبعا سلبيات يعني انا مش عارف ازاي قلتها كده بس يلا. المهم يعني ان الفيلم يا جماعه كان فيه عبث لدرجه انك هتبقى بتضحك على العبث اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هتبقى مش عارف تركز مع الاثنين دول ولا مع الثلاثه دول، مع الشخص اللي بيعمل ده. طب ايه اللي هو هوجه بجد كده، وتحسه كله متكبس جوه احداث الفيلم. وده خلق عندنا مواقف كتير كوميديه يا جماعه، وفي مواقف بجد من كتر العبث بتاعها كانت جامده. عندك بقى من المشاهد اللي زي ما بقول لكم عليها ضحكتني جدا، في مشهدين انا مش قادر انساهم يا جماعه، وما اعتقدش ان هنساهم قريب. المشهد بتاع محمد ممدوح واحمد السعداني اللي كان في الاوضه والدبدوب، واللي اتفرج على الفيلم يا جماعه هيفهم المشهد ده. كان معمول حلو قوي، والرياكشنات بصراحه ما بينهم هما الاثنين كانت حلوه. وفي مشهد كمان مش عارف بصراحه ممكن يكون حرق ولا لا، بس بصوا في مشهد هيحصل ما بين بيومي فؤاد واكرم حسني وما بين محمد شاهين. المشهد ده كله على بعضه يا جماعه انا حبيته جدا، ضحكت فيه جدا وكنت مستمتع وانا قاعد اتفرج عليه. فالعبث بصراحه طلع لي مشاهد او طلع لي في الاخر حاجات انا ممكن اتبسط بيها جدا وكنت مشدود معاها جدا. بس لو هاخد بقى خطوه لورا واجي اقول لكم ان في ايجابيات تانية، فبصراحه انا ما شفتش ايجابيات تانية، او على الاقل ده انطباعي لحد دلوقتي. بس بقى لو رحنا للسلبيات فخلونا نبتدي باخر حاجه احنا قلناها، فكره بقى العبث يا جماعه على قد برضو ما هو كان حلو في مشاهد كتير وخلق ضحك، على قد ما هو كان ريسك كبير قوي. لان في اوقات تانية انا كنت حاسس بملل. يعني يا باشا انت مخلي لي رتم الفيلم ماشي على طول طوالي، بس انا في اوقات برضو كنت بمل منك وده مش طبيعي. اولا مده الفيلم تقريبا ساعتين وخمس دقائق، فاللي هو يا معلم انا زهقت في اوقات، ومش عشان مده الفيلم لا، عشان الحدث اللي بيحصل ما تعدي. يعني عبث بزياده. يعني في مشهد في اخر الفيلم او قرب نهايه اخر الفيلم كده، المشهد الشخصيه اللي كان بيجري بقى ورا الناس وبيضربه مش عارف، اللي هو مشهد عبثي ملهوش اي 30 لازمه، ما كنتش بضحك عليه، ما كنتش منفعل معاه، وما شفتش حد جنبي في السينما بيضحك عليه. وفي لقطات كمان يا جماعه من كتر العبث حسيت ان في ناس فقدت شغفها بالفيلم، يعني لدرجه ان في حد معايا في السينما طلع موبايله وقعد يلعب عليه. انا مش فاهم ان هو عمل كده ليه لحد دلوقتي، لان زي ما بقول لكم انا كنت مستمتع وانا قاعد اتفرج عليه. بس طبعا كان في لحظات ملل في النص، بس ده يورينا ان الفيلم ده لو قلش من واحد او ما حبش الكوميديا اللي بتتلعب جواه، هو خلاص هيبقى الفيلم ده بالنسبه له بحه على كده. ابقى بقى من تاني الحاجات اللي ما عجبتنيش يا جماعه، فهي فكره الناس اليوتيوبر اللي بيسهروا معانا. مع احترامي والله العظيم يا جماعه ليحيى عزام، واحترامي للناس بتوع بيس كيك الاثنين اللي ظهروا معانا، رضوان ومش فاكر التاني كان اسمه ايه بالظبط، اللي هو يا جماعه بالله عليكم انتوا مشاهير في نقطه، خليكم مشاهير في النقطه دي، مش لازم ندخل تمثيل ويبقى يوتيوب ويبقى مش عارف ايه. يا جماعه والله العظيم ما بتمشي كده. يعني انا مش فاهم. وصدمتي في يحيى عزام يا جماعه، يحيى عزام طالع محمد ممدوح في 3 مشاهد بيهزقوا فيهم بس. لا يا باشا انت يا ريتك كومبارس صامت، انت بتتهزق جوه الفيلم. انا مش عارف ليه، بس دي حاجه كانت مضايقاني بصراحه. كان نفسي اشوف وجوه جديده، الناس ممكن تاخد فرصه وتطلع هي لقدام. الحته دي ضايقتني شويه وانا بتفرج، خصوصا كمان ان انت في مشهد ما المفروض رضوان والشخص التاني اللي كان معاه دول بيجروا ورا علي صبحي. مش عارف، حسيت يا جماعه ان لو ناس تانية ممكن كنت اقبلهم بشكل احسن بكتير، او مش عارف ممكن ده انطباع على الشخص انا. اما بقى من تالت الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش يا جماعه في الفيلم، وهي كانت حاجه خطيره قوي، وهي نهايه الفيلم ذات نفسه. نهايه الفيلم العبث ده انا كنت مستني عبث في النهايه. يعني انا قلت الفيلم ده لو انتهى نهايه عبثيه زي ما هو ماشي كده انا هنبسط. فجاه جيت في الاخر لقيته بيحط لي في وسط العبث، يعني هو عمله بطريقه عبثيه، بس حط لي في وسط العبث كده يعني مصير ناس، وان كذا حصل له كذا، وان مش عارف ايه، واخرة الطمع وحش، واخرة مش عارف ايه. الحته دي مش حرق يا جماعه، انتوا هتبقوا متوقعين على فكره وانتوا ماشيين في احداث الفيلم. يا ريس انت مش لازم تحط لي موعظه في الاخر، يعني بجد دي حته زعلتني قوي. يا ريس انا عايز فيلم انت عملته عبثي، انا خلاص قبلته على ان هو عبثي، كمل لي بعبث، كمل لي كده بنهايه عبثيه غريبه، حاجه الواحد يتشد عليها، حاجه يطلع يقول يخرب بيت الجنان اللي انتوا عملتوه ده. بس انك تيجي في الاخر بقى تحط لي ده فلان حصل له كذا، وده حصل له كذا، وده حصل له مش عارف ايه مش عارف، ما حبيتهاش انا عن نفسي. ما اعرفش اذا كانت دي حاجه هتعجب ناس تانية ولا لا، بس انا عن نفسي شفت الجزء الاخير في الفيلم ما كانش احسن حاجه في الدنيا. فانا مش عايز بصراحه اكتر في سلبيات عشان ما ابقاش اوفر او بتحمل على الفيلم، لان دي المشاهده الاولى، وانا في اعتقاد الشخص ان المشاهده الثانيه هتعمل فرق عن اللي انا اتفرجت عليها بس. فعشان كده انا بشكل مبدئي حدي الفيلم ده 6.5 من 10. وليه 6.5 من 10؟ لان كنت داخل الفيلم بتوقعات كبيره قوي، كان عندي امال بصراحه ان الفيلم يبقى بشكل مختلف عن ده. عجبني العبث اللي حاصل، بس في نفس الوقت في حاجات ما عجبتنيش، ونهايه الفيلم ذات نفسها هي اللي ممكن تكون قللت الدنيا بالنسبه لي، لان شفته اتعملت مش باحسن طريقه ممكنه. بس كفكره وكحاجه لا بصراحه استمتعت. الفيلم تدخله في السينما علم ما تدخله في السينما، يعني الفيلم ده خروجه حلوه قوي. بس تنبيه صغير كده، الفيلم ده لاكتر من 13 سنه اعتقد، لان ما تهياليش ان الاطفال الصغيرين هيبقى مناسب، ان في بدايه الفيلم كان شخصيه
شخصيه دينا، والبنت اللي كانت عامله شخصيه دينا دي ما تنفعش بصراحه اطفال يدخلوا يتفرجوا عليها يا جماعه. فمش عارف، ده انطباعي المبدئي. لو اتغير الانطباع ده ممكن نطلع ونتكلم قدام، او ممكن لو اتناقشت مع حد تاني وغيرت وجهه نظر اطلع واقول لكم الليله دي كلها. بس ده التقييم لحد دلوقتي. فدلوقتي بقى انا عايز اعرف تقييمكم وراكم في الفيلم. لو اي حد فيكم يا جماعه كان دخل الفيلم لحد دلوقتي يا ريت يسيب لي اراءه وتقييماته تحت في الكومنتات، هنتكلم ونتناقش في الليله دي كلها. وبكده بقى اكون خلصت كل الكلام اللي عندي، واتمنى في النهايه ان الفيديو ده يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش يا معلم انك تعمل لايك، لان ده بيساعدني جدا ان اوصل لناس تانية. ولو ما كنتش مشترك معانا في القناه يشرفني اكيد انك تشترك. وكده بقى اكون خلصت كل الكلام اللي عندي، واشوفك في حلقه جديده او ملخص جديد. سلام.